انت ايوه انت كمصور او كمونتير، هل تعرف الفرق بين الاي رول والبي رول؟ مساء الفل، ازيك يا مليونير؟ منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتعرف على مصطلحين مهمين في مجال التصوير والمونتاج، مشاهد الاي رول والبي رول، والفرق بينهم وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده. نبدا باول واحد وهو الاي رول. هو عباره عن المشاهد الرئيسيه في الفيديو بتاعك عشان تنقل القصه للمشاهد، او هو عباره عن اللقطات الرئيسيه في الفيديو اللي فيها المحتوى الرئيسي بتاع الفيديو بتاعك. يعني زي انا دلوقتي قاعد قدام الكاميرا وبصور نفسي وبتكلم في موضوع معين، ده اسمه مشهد اي رول. ان انا بتكلم قدام الكاميرا ده مشهد اي رول عشان اوصل معلومة معينة عايز اوصلها للمشاهد اللي هو حضرتك. كده عرفنا ايه هي مشاهد الاي رول. تعالوا نتعرف على مشاهد البي رول بقى. ايه هي مشاهد البي رول؟ هي المشاهد السينمائية اللي بتضاف للفيديو عشان توصل فكرة الفيديو الرئيسية احسن للمشاهد، او هي عبارة عن لقطات اضافية بتضاف للفيديو عشان توصل فكرة الفيديو بشكل احسن للمشاهد، او لتوضيح المحتوى الاصلي بتاع الفيديو، ان انا اوصله بشكل احسن او بطريقة احسن، او تساعدك انت كمونتير او كمصور انك توصل الفكرة اللي في دماغك بشكل احسن للمشاهد بتاعك. وطبعا مشاهد البي رول بيتم تصويرها من زوايا مختلفة غير الزاوية الاساسية اللي بيتكلم فيها الفيديو بتاعك. يعني دي الزاوية الاساسية بتاعتي، انا قاعد قدام الكاميرا وبتكلم معاها، لكن زوايا البي رول اللي انا بحطها بتبقى مختلفة، بتبقى بزوايا سينمائية اكتر او بشكل احترافي اكتر عشان توصل الفكرة اللي انا بتكلم عنها. كمثال مثلا انا بتكلم على منتج، انا طالع قدام الكاميرا قاعد بتكلم قدام الكاميرا، فدي المشهد الاي رول. مشاهد البي رول بقى ببقى مصور المنتج بطريقة معينة عشان اظهر لك التفاصيل بتاعته بشكل اوضح، او عشان اظهر لك المنتج ده بيعمل ايه اكتر. تعال ناخد مثال من الفيديوهات اللي احنا نزلناها قبل كده على القناة. فيديو مثلا اللي واضحة فيه قوي هو الفيديو بتاع تحديث الجهاز المونتاج الرئيسي للقناة او اللابتوب بتاعي. ان انا وقاعد بتكلم قدام الكاميرا زي كده وبقول انا هعمل ايه، ده مشاهد اي رول. لكن لما كانت بتظهر القطعة في الفيديو سواء الرام او الاس اس دي يعني او اللاب نفسه، القطعة اللي استخدمناها في الفيديو اصلا دي عبارة كانت عن بي رول عشان توضح لك انا هعمل ايه او القطع اللي انا هركبها عبارة عن ايه. فده فيديو فيه النوعين، الاي رول والبي رول. فالخلاصة مشاهد الاي رول هي المشاهد الرئيسية في الفيديو بتاعك، زي مثلا انا وقاعد قدام الكاميرا بتكلم معها، دي المشهد الرئيسي الاي رول. مشاهد البي رول هي المشاهد الثانوية اللي بتعزز فكرة الفيديو او بتساعدك انك توصل فكرة الفيديو بشكل احسن للمشاهد بتاعك. كده خلصنا وعرفنا ايه الفرق بين الاي رول والبي رول. قولوا لي رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك عشان بيساعد في انتشار الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين تعلم إلى هذا اليوم. انتظركم في جرعة أخرى. إلى اللقاء.